السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي في كل مكان. اهلا بيكم في قناة المهم والمفيد عن الطيور. النهاردة جايبه لكم فيديو اول مرة هتشوفوه على قناتي، وتقريبا يعني ما ظهرش كتير على اليوتيوب. يعني فيديو النهاردة فيديو جميل، فيديو لذيذ. في الاول كده حطلي لايك للفيديو واشتركي معايا في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي زر الجرس وادعميني عشان يوصلك كل جديد. طبعا انا كنت صورت لكم الفيديو اللي فات اللي قبل ده ان انا جبت فراخ صغيره، فراخ بلدي، صورتها لكم اول ما جبتها. هي دي طبعا الفراخ ما شاء الله، يعني كبرت بقالها حوالي شهر اهي ما شاء الله، ماشيه كويس معايا. جبت بقى بعدها وز، اشتريت وز، كان في واحده جارتي بتبيع شويه وز، خدتهم منها. طبعا هربيهم، اللي هناكله وهنعمل لي سلاله منهم ترقد عندي بقى، وان شاء الله هنصور مع بعض. بس طبعا انا مش شارياه كبير زي ما هو كده، انا كنت شارياه صغير عمري اسبوع، هو عندي دلوقتي بقاله حوالي شهر. اول معلومه عايزاكم تعرفوها عن الوز ان هو بموت في الخضره. يعني بصي، اكليه خضره، برسيم بقى، خس، الحاجه الخضره الموجوده عندك حطله منها، ما يهموش اي اكل واي شرب قد ما يهمه اكل الخضره. معروف عن تربيه الوز ان هي بتحب اكل اكل الخضار، زي ما انتم شايفين كده. بصوا، كل اللي بفكر فيه هو الخضار، وده مش معناه ان انا اكله خضار بس وما اكلوش حاجه تانية، لا مش هينفع. لازم ياكل خضار وياكل عليقه وياكل ذره وياكل عيش. بصي هقولك على كل حاجه تخص الوز ده، وهتاكليه اول ما يطلع عندك من البيضه، والمراحل بتاعته هتبتدي تاكليها برضو فيها. يعني كل مرحله ليها اكلها المعين، مش هتفضلي من اول ما يطلع من البيضه لحد ما تذبحيه بتاكليه حاجه واحده، لا طبعا. طبعا الوز ده انا اشتريته وهو لسه عمره اسبوع. الوز من السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها كانت الوزة طالعة من البيضة كانت بتبقى ب50 جنيه، 50 جنيه. طبعا مع ارتفاع الأسعار والعليقة والعلف والفراخ غلت، والبط غلا، وكل حاجة غلت، والبيض نفسه غلا، لازم هو كمان يغلى. بس عشان انا شارياهم يعني من واحدة صاحبتي وحبيبتي، فهي يعني ما علتليش سعرهم قوي. هقول لكم برضو سعرهم. ادتني الوز ده ب60 جنيه، بس طبعا مش على وضعها اللي انتوا شايفينه ده، لا. ادتهاني وهي عمرها اسبوع، يعني لسه صغيره، كتكوت. المفروض هي كانت بتتباع ب70 و75، بس هي ادتهاني ب60 كمجامله منها يعني. تمام. طيب انا خدت منها الوز ده عمره اسبوع، كتكيت، اكلته حطيت له عليقه ناعمه. طيب وبرسيم برضو بيطلع من البيضة، بياكل برسيم من ده. انت بقى ممكن تخرطوه ناعم كده صغير وهو صغير وتحطوه له، اما يكبر شويه بقى بتبتدي ان انتوا تحطوه له زي ما هو كده بياكله كله. وانت برضو حابه تخرطيه انت وراحتك، ماشي. حطيت له عليقه لمده اسبوع واحد. وبعد كده عملت هقول لكم انا بعد كده عملت هوريكم دلوقتي. الشكاره اللي انا اشتريتها اكلت منها الوز، واكلت منها البط، واكلت منها الفراخ. على فكره الفراخ اللي انا اشتريتها دي برضو ما اكلتش عندي عليقه كتير، اكلتها اول ما اشتريتها، مع انها كنت شاريهم كتاكيت صغيره وانتوا شايفينهم. برضو اكلتهم عليقه لمده اسبوع واحد. وبعد كده ابتديت ان انا احط لهم عليقه على عيش متدشش برضو لمده اسبوع او 10 ايام. بعد كده رحت اشتريت بقى الشكاره الموفره الجميله اللي انا هوريها لكم ديت، اللي هتنفعكم وهتخليكم تربوا كل انواع الطيور من غير ما تشيلوا هم العلف، ومن غير ما تشيلوا هم غلا العلف والكلام ده. تعالوا معايا كده، بصوا، هي دي الشكاره اهي، شكاره 25 كيلو، شكاره الوزن بتاعها 25 كيلو، بس شكاره ما شاء الله عليها، فيها من خيرات ربنا. بصي، فيها غله، فيها ذره اصفر. طبعا الكلام ده كله احنا بنشتريه للطير. هتقولي لي ما بشتريش الغله، الغله جميله للطير، حلوه جدا للطير. لو انت ما بتشتريهاش، الناس الفلاحين بيتفرجوا عليها وعارفين ان هم عندهم الغله في البيت وبياخدوا منها ويحطوا للطيور. فيها ذره اصفر،
فيها غله، فيها علف اهو، فيها علف، فيها فول ماشي، وفيها اللهم صل على النبي بسله، وفيها بسله، وفيها كزب اللي هو العلف بتاع البط، وفيها انواع، يعني فيها انواع حاجات كتير، وكل الانواع اللي فيها حلوه ومسمنه للطيور ومغذيه وجميله جدا. حتى فيها كمان اللي هو الصدف اللي احنا بنشتريه نحطه للحمام ونحطه للطيور ده. بصي فيها كل حاجه تعوزيها. اصلا الشكاره دي خلطه كده بتتباع للحمام، هما معروف عنها ان هي بتاعه الحمام، بس طبعا الناس كلها بتجيبها دلوقتي لايه؟ لكل انواع الطيور، لانها موفره جدا جدا عن العلف ماشي. زي ما قلت لك انت بتجيبي الفرخه بتاعتك، البطه، الوزه، اي نوع من انواع الطيور، بتاكليه اسبوع اسبوعين علف ناعم، بعد كده تروحي تجيبي الشكاره ديت. لو انت حابه ان انت تحطي منها زي ما هي كده للطيور صافي، هتحطي صافي، هي اصلا بصي فيها الخير كله. انت بقى عايزه تجيبي كمان شويه عليقه وتلخبطي عليها نسبه من العليقه زي الفل، مفيش مشكله. عايزه تجيبي بقى شكاره من دي وشكاره عيش تدششيها، العيش العادي بتاعنا اللي احنا بناكله بتاع الفرن، تشتري لك شكاره حلوه كده، ولو انت محوشه شويه تاخديهم تدششيهم في المكنه وتجيبي لك شكاره من ديت، وتجيبي عليهم 5-6 كيلو عليقه، وتيجي ملخبطه كل الكلام ده على بعضه زي ما انا ما عملت وهوريكي دلوقتي. انا عملت كده بصي اهو، انا جبت الشكاره دي وجبت لي شكاره عيش دششتها، ورحت جايبه شكاره عليقه من اللي هي 10 كيلو، شكاره عليقه 10 كيلو بتتباع ب 300 جنيه، ورحت جايبه 3 شكاير دولت، ورحت مفضياهم كلهم ومقلباهم كلهم في بعض ومعبيهم عندي في برميل. ادوني النتيجه اللي انتوا شايفينها ديت، حاجه وهم وخيال لكل انواع الطيور، حاجه مغذيه، حاجه مسمنه، حاجه بتخلي الطيور اللي بتبيض عندك تنكد بيض. بقول لك تنكد بيض بمعنى كلمه تنكد بيض. لخبطتها وحطيت منها للوز وحطيت منها للبط وحطيت منها للكتاكيت اللي انت شايفينهم دول، انا جبتهم كلك طلقتهم مع بعض اهو. بس طبعا انتوا عارفين ان الوز كبار فبيكبر عن الفراخ، بس ما شاء الله عليهم يعني متأقلمين مع بعض وحلوين مع بعض، فسبتهم مع بعض. برضو مش هسيبهم مع بعض على طول، احنا بنصور مع بعض اهو، هنتابع الفيديوهات. الوز ده لما يبتدي يقفل كده هسيبه في مكان لوحده، وهبتدي ان انا اعزل الفراخ ديت لوحدها، عشان هيبتدي الوز يغير الاكل بتاعه، مش هيتني ياكل علف وكلام من اللي انا عاملاه ده على طول، بس الفراخ هتني تاكل الكلام ده شويه. زي ما قلت لك عملت الخلطه دي وحطيت منها للحمام، الله اكبر بسم الله ما شاء الله، الحمام نكت لي بيض راح كله بايض بسم الله الله اكبر. نفس النظام الفراخ البلدي الكبيره، الفراخ اللي بتبيض، حطيت منها للفراخ. انا كنت كل يوم بلاقي عندي فراخي بيضه بيضتين، نهار ما بتكتر قوي 3-4 بيضات، الله اكبر من نهار ما حطيتها. وكل كميه الفراخ بتبيض، عندك 10 هيبيضوا، عندك 15 هيبيضوا، عندك 7 هيبيضوا، كلهم هيبيضوا كل يوم. لان يا جماعه الخلطه اللي انا عملتها ديت فيها قوه السحر ما شاء الله، فيها كل الحاجات اللي بتحبها الطيور، وفيها كل الحاجات اللي هي مغذيه للطيور، العلف والغله والذره والفول والبسله والصدف اللي هو احنا اصلا بنشتريه بالكيلو ونحطه للحمام ونحطه للفراخ، والعيش، كل حاجه عملتها زي ما انتم شايفين كده اهي اهي. بصوا حطيتها للطيور، اول لما بتحطها للطيور الطيور بتهجم عليها وبتاكلها، سواء فراخ في العمر اللي انت شايفاه ده، سواء الوز، سواء البط، سواء الفراخ البلدي الكبيره، سواء الحمام، حتى البط الكبير اللي عندك اللي بتذبحيه لو عايزه تحطها منه حط منه. وطبعا التقليبه اللي هتعمليها دي هتقعد عندك فتره طويله، هتبقى انت وفرتي شراء العلف. النهارده شكاره العلف الكبيره ال 50 كيلو ب 1500، الشكاره 25 كيلو ب 720 جنيه، حاجه ياما بجد. طيب الشكاره اللي انا اشتريتها دي سعرها كام؟ سعرها 400 جنيه، وزنها 25. حلوه كتير، يعني حلوه كتير وموفره بالنسبه للعلف. لما تجيب لك شكاره منها و5-6 كيلو عليقه، لو انت مش عايزه تجيب الشكاره ال10 ولو ما جبتيش عليقه خالص، يعني لو ما اشتريتيش عليقه صافي خالص، هي فيها نسبه من العلف،
ولخبطت كده زي ما قلت لك على العيش، منك هتوفري كتير في شراء العلف والمصاريف على الاكل، ومنك اصلا طيورك هتتغذى وهتاكل كل حاجه، هتكبر معاكي مش هتبوظ معاكي، هيبقى يومها بيومين. ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر. الطيور عندي جيت عليها جدا جدا، جميع انواع الطيور بتاكل منها، حبوها سواء كبير او صغير. وفري، حاولي ان انت توفري، ما دام قدامنا الحلول اللي احنا هنوفر بيها نوفر. احنا نقف عاجزين لو ما فيش قدامنا حلول، انما احنا يا جماعه قدامنا حلول. شوفي اللحمه بكام، شوفي الفراخ البيضه بره بكام، شوفي جميع انواع الطيور، شوفي كل البط بقى بكام. لا انا نجيب لي شويه طيور زي دولت وشويه اكل زي اللي انا قلت لك عليهم دولت، واقلبهم على بعض واحط الجميع انواع الطيور اللي عندي. الطير منه هياكل وهيكبر وهيمشي معاكي زي الفل، ومنك هتبقي وفرتي في شراء الاكل للطير، ومنك هتبقي وفرت شراء الطيور من بره الغاليه دي. مين اللي هيقدر على شراء الطيور الغاليه دي؟ وهتاكلي بط وهتاكلي فراخ وهتاكلي بيض وهتاكلي كل حاجه ان شاء الله. احنا ندور على الحاجه اللي توفر معانا يا جماعه ونعملها، ما نوقفش كده نقول لا العليقه غاليه، طب انا هجيب ازاي، هجيب طيور ازاي؟ ما توقفيش يا ستي عند العليقه، ما توقفيش عند العلف. قدامنا حلول ياما نعملها عشان خاطر ان احنا نفضل نربي طيور ونفضل بيتنا مفتوح بالخير. والله انا بكلمك كلام كست مصريه مجربه الموضوع ده. انا معرفش اقطع ربايه الطير واشتري من بره كل ما عاوز بطه، والنهارده دكر البط بيعمل له 500 جنيه، الفرخه البيضه بتعمل لها 300 جنيه. ازاي؟ معرفش. لما اجيب شويه طيور واعمل لهم شويه اكل زي اللي انتوا شايفينه ده واكلهم ويبقى عندي خير في البيت، مش هحتاج ان انا اجيب من بره. اسمعي الكلام ووفري وربي، وما تخليش حاجه تعجزك وما تخليش حاجه توقفك. هنرجع بقى للوز بتاعنا. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله الوز اصلا كبار. انا قلت لكم ان انا جبته عمره اسبوع، بس الصراحه اول ما جبته كان اخضر كده، بص كان هو حجم ايدي كده، وكان شكله روعه وكان جميل ما شاء الله عليه. الله اكبر، اللهم زيد وبارك. بس طبعا ايامها ما صورتهوش، هو كده عمر شهر او اقل من شهر كمان، لان الوز كل يعني بيكبر ما شاء الله عليه بيكبر. وطبعا مع الرعايه والنظافه، انا كل يوم المغرب بكنس له المكان وانضفه وابيته في المكان بتاعه، واقوم الصبح اطلقه يبقى المكان نظيف. الميه زي ما انتم شايفينها قدامه، اغسل الحاجه اللي انا بحط له فيها ميه املاها نظيفه زي ما انتم شايفين كده. اجيب البرسيم والخضره اللي هو بيحبها احطها له. التقليبه برضو اللي انا عاملاها ديت اللي هي فيها انواع العلف والذره والعيش وكل الكلام ده احطها. الرعايه زي ما بيقولوا خير من العلاج لكل حاجه، للطيور وللبني ادمين وللاطفال وكل حاجه. لو رعيتي الطيور بتاعتك ونضفتيها ونضفت مكانها وعرفتي بتحب ايه وبتاكل ايه وظبطت اكلها وظبطت مكانها، طبعا هتديك الخير كله. هيبقى الحاجة عندك يومها بيومين، مش هتتعب منك، مش هتموت منك. انا ان شاء الله بإذن الله اسبوعيا هصور لكم الوز ده اسبوعيا، مش هقول لك كل يوم هعمل عنه فيديو كل يوم، لا كل اسبوع هعمل لكم فيديو عن الوز ده، عشان الناس اللي حابه تربي وز، الناس اللي حابه تشتري لها وزتين تربيهم، الناس مثلا اللي اول مره تربي وز وعندها وزه مطلعه لها وزتين 3 كده حلوين، تعرف تتعامل معاه ازاي. طبعا انا اول مره على القناه اعمل فيديو الوز ده، وتقريبا انتوا اول مره يعني يعني مش هتلاقوا فيديوهات على اليوتيوب ياما تخص الوز، لان ربايه الوز نادره. فراخ منتشره والبط منتشر والحمام والكلام ده كله، انما دلوقتي في الايام اللي احنا فيها دي الربايه بتاعه الوز نادره شويه، ما بقاش موجود زي الاول كان موجود كتير، دلوقتي بقى نادر عن الاول. تابعي معايا قناتي وتابعي معايا الفيديوهات بتاعتي، وهتستفادي من كل حاجه ان شاء الله بنزلها. هصوره لكم كل اسبوع وهوريكم المراحل بتاعته وهو بيكبر. المرحله اللي انا جبته فيها لما كان كتكوت قلت لكم انا اكلته ايه، كانت عليه ناعمه صافي قلت لكم، والمرحله ديت قلت لكم انا باكل فيها ايه، باكل فيها البرسيم. البرسيم ده هيفضل معانا على طول الخط طول ما هو موجود في الاراضي. هنجيب واحده جارتك عندها هتجيبي، بتباع في الاسواق لو مفيش واحده جارتك عندها، لو ما جنبكيش ارض، لو انت مش فلاحين بتباع في الاسواق بالربطه كده، تبيعوه بالربطه. هاتوا حط لهم، طب لما يخلص البرسيم في خاص في خضره في اي حاجه هاتي حط لهم حاجات، المهم ياكل حاجات خضره.
لما اصوره لكم تاني ان شاء الله هنعرف احنا لسه ماشيين على الاكل بتاعنا ده، هنعرف احنا غيرنا الاكل، هنشوفه كل اسبوع حجمه بيوصل ازاي، بيكبر ازاي، الكلام ده كله هنشوفه مع بعض. المهم حط لي لايك للفيديو واشتركي معايا في القناه. عايزه اقول لكم الشمس حلوه قوي برده للطيور، اطلعي طيورك في الشمس شويه. لو المكان اللي انت حطاهم فيه بيدخل شمس افتحي لهم الباب كده، خلي الشمس تدخل. لو انت مربيه على السطح ومفيش شمس في الاوض افتحي لهم الباب خليهم يجروا في الشمس شويه. طبعا انا هصور لكم الحمام وهصور لكم الفراخ البلدي، وهعرفكم برده الخلطه بتاعتي دي عملت معاهم ايه، خليتهم اوريكم برضو ازاي باضوا، ازاي طلعوا لي سغاليل صغيره. بالنسبه للحمام هعمل لكم فيديوهات ان شاء الله عن كل حاجه موجوده عندي. المهم تدعموني وتشتركوا معايا في القناه، لايكات كتير بقى، واستنوني في فيديوهات جايه كتير والمهم والمفيد عن الطيور.